السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم أحمد عمران. احنا النهارده هنحكي لكم قصة واحد مغترب حقه اتهدر. قصة من ضمن القصص الكتير اللي احنا بنسمعها وبنشوفها برضو دايما. قصة واحد مصري عامل كل ذنب ان هو طالع من مصر عشان اكل العيش. جاله شيخ اردني اتخانق معاه في الطريق، اداله سكينة هنا في زوره واداله سكينة تانية في راسه لحد ما السكينة طبعا اتكسرت في دماغه. طبعا الموضوع تطور والشاب المصري دخل في غيبوبة في المستشفى. بعد ما توجهوا للمستشفى طبعا الدكتور هناك قال لاخو الشاب المصري، قال له انه اخوك محتاج عملية نسبة نجاح 2%، محتاج عملية لازم تتعمل في اسرع وقت ممكن. طبعا اخوه بعد ما دخل اخوه اوضه العمليات طلع على السفارة المصرية. طبعا هو راح السفارة المصرية لان المفترض السفارة المصرية بتجيب حق اي مغترب. ايه اللي حصل بينهم وبين بعض هنشوفوه حالا معانا ومعاكم من اخو الشاب المصري. تعال نشوف. انا رحت السفاره الصبح النهارده على الساعه 10:30 كنت في السفاره. اول ما فوت السفاره من الباب الرئيسي بعجوبه عشان يفوتوني لجوا، يعني بعجوبه مش عايزين يفوتوني بعجوبه. بعد ما فوت جوا مسأل على السفير، قالوا السفير مش موجود في مصر. سالت عن القنصل، جابوا لي المستشار بتاع العمال. ايه الحكايه؟ قلت له انا صاير معي 1 2 3 واخوي واحد طعنه بسكين وبين الحياه والموت، فارجوكم غسوني. يعني انا بعد ما رحت السفاره وين اروح؟ كل اللي قاله لي المستشار قال لي دوكها محبوس وديتي في المستشفى تنو يكرم ربنا ويروق وتبقى لهم جلسه تجيني انزل لك محامي بتاع السفاره. طبعا شفنا اللي حصل بين اخو الشاب المصري وبين السفاره المصريه المفترض ان هي في الاردن اللي هي بيجيب حق المغتربين. طبعا اخو الشاب المصري ما سكتش، حب يقابل القنصل. ايه اللي حصل بينهم وبين بعض؟ تعال نشوف اللي حصل بينه وبين القنصل المصري هناك. هو قاعد في المكتب ولا رضي يطلع، شغال يشرب قهوه والاسم انه القنصل المصري عشان العمال المصريين في الاردن. ما طلع لي شيء، طلعني واحد بيقول النائب بتاعي، ما اظنش انه نائب القنصل، يعني انا ما توقعتش عشان انا طبعا ما اعرفهمش. بيقول لي ايه حكايته؟ قلت له انا ساير معي 1 2 3. طبعا جاب مستشار العمال قال انا حكيت له وما ردش علي. طيب ماشي غيثني، ايه اللي اعمله؟ فيدوني، عايز حد يطلع معي يشوف الحاله دي اللي بين الحياه والموت. انا طبعا قاعد لحالي هنيتي، لا قادر ارمح على السفاره ولا قادر اسيب ديتي. قالوا لي بعد ما يروقوا تبقى له جلسه ابعث لك محامي. يعني انا كل السفاره معموله جايه من مصر وقاعده هنا معموله عشان محامي. طب ما انا اقدر اجيب بدل المحامي 2. انت السفير المصري انت قاعد هنا عشان خاطري انا، خاطر اي مواطن مصري، عشان خاطر اي مواطن مصري يحصل معاه اي ظرف، يحصل معاه اي حاجه، بيلجا لمين؟ بيلجا لك انت لازم تحل له مشكلته. ليه حق ضايع انت المفروض اللي تجيبه له. انت هنا طالع وما تاخذ مرتب عشان العامل المصري اللي هنا. طبعا شفنا مع بعض الحوار اللي دار بينهم وبين بعض. طبعا ده كلام اخو الشاب المصري المغترب اللي هناك. مناشدة إلى رئيس الجمهورية، مناشدة إلى وزيرة الهجرة، مناشدة إلى وزير الخارجية، وأخيرا المناشدة للسفارة المصرية المتواجدة في دولة الأردن. يا ريت كلنا نتحرك عشان الشاب المصري عبد الجواد المصري ما يفقدش حياته، لأنه كلنا هنشيل ذنبه. باختصار مفيد، كلنا هنشيل ذنبه لو الشاب ده فقد حياته. وأنت اللي بتتفرج على الفيديو يا ريت تشارك الفيديو ويكون ليك دور معانا. بالمشاركة بتاعتك الفيديو هيوصل لرئيس الجمهورية، الفيديو هيوصل لوزارة الخارجية، هيوصل للسفارة المصرية، وإن شاء الله هيتحركوا. وفي نهايه الفيديو يا ريت كلنا ندعي لعبد الجواد المصري، يا ريت كلنا ندعي بنيه خالصه ان ربنا يشفيه ويعافيه من اللي هو فيه، وان شاء الله العمليه بتاعته تنجح ويقوم لنا بالف سلامه ان شاء الله ويرجع لنا هنا تاني، وربنا يشفيك ويعافيك يا عبد الجواد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.